زيت القهوة. زيت القهوة ده عبارة عن مضادات أكسدة من أعلى حاجة في الحياة، مضادات أكسدة بينشط الدورة الدموية، وفيه فيتامينات ومعادن جميلة جدا كعلاج وليس كشرب كل يوم. انتوا الناس عارفين رأيي. قلت فين يا عائلة فكر تاني القهوة تعمل ايه قبل كده؟ ذكرته في حلقة قديمة. مسحوق القهوة مع زبدة جوز الهند لو انت حطيتها على ايه تحسنه. ايه؟ زمان من سنة او سنة ونص. ايه؟ مين مذاكر الحلقات القديمة؟ السيلوليت. الله يكرمكم، سيلوليت الجلد اللي تحت البطن، اللي في الفخذ، اللي في الرجل، لما تحط عليه زبدة جوز هند مع وتطحن قهوة وتعمل تدليك للمكان ده، بيحسن السيلوليت بشكل كبير. النهاردة حاجة تانية. زيت القهوة ليه فوائد على فكرة. معظم مستحضرات الجلد فيها قهوة وحاجات تكثيف الشعر في ماركة ألمانية مش فاكر اسمها بالظبط، بس معروفة قوي، البتشين أو حاجة كده، اللي هي ميد ان جيرماني. خلاصة القهوة لزيادة وتطويل الشعر. النهاردة اتكلم على زيت القهوة في حاجة واحدة، تحت العين. رائع لتحت العين. مضادات الأكسدة اللي فيه والمعادن اللي فيه وتحسين الدورة الدموية اللي فيه بيودي. انا خلي بالكم هعيد تاني، معلش بقى استحملوني، ده انا بتكلم على ال20%. ما صلحتش انيميتك ونمت وكبدك سليم وبطلت سكر والبان وزيوت مكرره واتمشيت ولا عملت رياضه، ده مش هيعمل حاجه لو بلعت وبلع. اللهم قد بلغت. ده خلاص عملنا كل حاجه. خلاص انا بقى في الخلاصه بدفنش. بدأ بقى الديفينيشن بتاعي زيت القهوة، هي حتى ريحته جميلة. ده خلي بالكو مش يودي الهالات السوداء بس، ده بيزود الكولاجين في المكان ويحسن الهيدريشن او يحسن المية، يخلي جلدك طري. جلدك طري. احسن حاجة تحطيه قبل النوم او تحطيه بعد ما تشيل الميك اب. حاجة تانية بزيت القهوة، هاد جوز هند مبشور او هاتي جوز هند. النهاردة مش عارف الحلقة للرجالة والسيدات. اقول لكم حاجه كده في السريع جت على بالي. الحلقه دي مش المختصر المفيد، انا ضحكت عليكم، دي فكره تاني من بتاعه يوم الجمعه. احد الصالحين كان في غالبا الحسن البصري، حد من صحابه راح له البيت وبيخبط على البيت، فلقاه بيخضب لحيته وبيعمل شعره، يعني زي بينظم نفسه. قال له انت اتتجمل؟ فقال له اني اتجمل لامرأتي كما تتجمل هي لي. فالحلقه دي للرجاله والستات، مش معنى ان احنا رجاله نبقى مكرمشين وشعرنا واقع ومناخيرنا جايه على الشمال. اهتموا يا شباب فكر تاني باشكالكم. تمام؟ يبقى ده بيحسن البشره، ممكن تعمليه على كل وشك، تعملي للهالات السوداء. اختراعي بقى الخاص، تجيبي جوز هند مبشور وتحطي القهوه وتعملي اكسفليشن، يعني تقشير للوجه. تحطي 4-5 نقط من القهوه، او تجيبي بودره القهوه، بس بودره القهوه اخشن على يعني تعور البشره الحساسه، انما ده زيت. وتعمليه تقشير رائع. زبده جوز الهند او جوز الهند المبشور فيه دهون كتير، فيه لوريك اسيد يمنع الالتهابات، وده فيه مضادات اكسده ويحسن البشره ويحسن الكولاجين، تبقى بشرتك زي السيراميك. يبقى استخدمنا النهارده الطرق الطبيعيه ومنع الاسباب، وزودنا الافوكادو وزيت القهوه للبشره. وعلى فكره في ناس بتستخدمه للشعر، وفي ناس يعني ان هو بيمنع القشره ويطول الشعر ومغذي للشعر، ولكن زيت الحشيش افضل. ما لقيتوش زيت الحشيش يبقى زيت القهوه. اهي كلها حاجات تذهب العقل والعياذ بالله. خلاص، ادي الحلقه. الهالات السوداء نتيجه لستايل حياتك، الهالات السوداء نتيجه في وشك لان انت مهتم بصحتك. بدل ما عندكش تجاعيد وهالات سوداء، يبقى بتاكل صح، بتنام صح، بتلعب رياضه، فيتاميناتك كويسه، معادنك كويسه، كبدك سليم. يا رب بقى الحلقه دي ما تكونش طولت ولا طولت. ادينا عملنا دماغ قهوه، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت ولا يهنيب. السلام عليكم